النهاردة هنعمل خلطة المحشي في فيديو لوحده. بس يلا الأول نصلي على الرسول وندخل على الفيديو على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. أنا جبت حلة حطيتها على النار ونزلت بتلات أربع معالق من الزيت، وجبت قطعة من الدهن قطعتها ونزلت بيها على الزيت، وبصلتين حلوين كده مع قرنين فلفل حار على بارد، وقلبي يا ست الكل لغاية لما البصل يدبل. وبعد ما البصل دبل شوية رحت رايحة جايبة فصين من التوم المفرومين، وقلبتهم لغاية اما طلعوا الريحة الجميلة بتاعتهم. طبعا انا مش عايزة البصل يحمر، انا عايزاه يبقى دبلان للاخر. وبعد كده رحت رايحة جايبة التوابل. التوابل عبارة عن ايه؟ فلفل اسود، كمون، كزبرة، سبع بهارات، ورشة سكر والملح. ونزلت بيها على البصلاية وقرنين الفلفل. قلب يا ست الكل وشم الريحة الجميلة من قبل اي حاجة. بعد كده سبتها لغاية اما تتشبع بقى بالتوابل والبصلاية مع بعضها. ورحت رايحة جايبة بقى ايه؟ الطماطم فرمتها في الخلاط او في الكبة ونزلت بيها. طبعا مش مهم ان الطماطم تكوني مصفياها، الطماطم بتاعت المحشي انا مش بصفيها. وبدأت ان انا اقلبها مع التتبيل التوابل والبصلايه وقرنين الفلفل وفصين الثوم، وسبتها على النار براحتها بس كنت بقلب فيها. واول ما بدأت تدخل على السوا رحت جايبه معلقتين من الصلصة. طبعا دي اختيارية مش أساسية، لو مش موجودة عندك كده كده الصلصة كانت حمرا وجميلة، بس أنا قلت إيه؟ أزودها حمار شوية. وبدأت أديها تقليبة لغاية اما الإيدام بتاعها خرج على الوش زي ما انتوا شايفين. قلبتها كانت ما شاء الله استوت. وخلاص على كده هاخدها بقى كده ونشوف هنعمل الخلطة الرهيبة بتاعتنا ازاي. انا كنت طبعا غاسلة الرز ومصفياه كويس، وبدأت أنزل بقى بالخلطة الجميلة بتاعة المحشي أو الصلصة بتاعة المحشي على الرز. طبعا الكمية الكافية لينا. ورحت رايحة جايبة بقى الخضرة بتاعة المحشي بعد ما غسلتها وقطعتها صغيرة زي ما انتوا شايفين. هقلب بقى الخضرة مع الرز مع الصلصة، ويلا بقى يا ست الكل. طبعا انا كده كده ظابطة التوابل بتاعتها. لو انتي حسيتي ان الملح قليل زودي، حسيتي ان الخضرة قليلة زودي. ما شاء الله احلى خلطة. ما تنسوش بالاشتراكات واللايك لو عجبكم الفيديو.